شمالي بغداد القوات تقدمت والعملية نفذت بنجاح، والمنافذ أمنت للهورة في قضاء طارمية، والنتائج كانت قتل عديد الإرهابيين وتفجير أحزمتهم الناسفة وتدمير أوكارهم ومصادرة ما تبقى من أسلحتهم وذخائرهم. اليوم لقينا أعداد عشرات المضافات، قتلنا أعداد كبيرة من الإرهابيين، نصبوا كمان للإرهابيين، وفعلا الإرهابيين اجوا في التوقيتات، العمل الاستخباري كان جيد جدا، وضعوا المعلومة الاستخبارية كانت في وقتها، والتخطيط كان في وقته، كنا نطلق طلقة على الإرهابي وهو يتفجر، فكلهم أحزمة ناسفة لابسة. بغطاء جوي تمكن اللواء 22 من الجيش بمساندة قيادة العمليات المشتركة من استعادة الأرض التي لم تدخلها القطاعات منذ عام 2004، وأجهضت المخططات الداعشية المدونة ورقيا بإرسال انتحاريين صوب العاصمة لتنفيذ عمليات إرهابية مع اقتراب عدد من المناسبات الدينية. احنا عندنا معلومات استخباريه انه يقول على زياره الامام محمد جواد اللي راح تصادف خلال الايام القريبه القادمه، انه راح اكو تفجير انتحاري راح يصير على بغداد باحزمه ناسفه تاتي من شمال بغداد. احنا واقفين في منطقه صدقني ما واصلتها القطاعات من 2004 لحد اليوم، ما حد واصل لهذا المكان. اليوم احنا واقفين به وان شاء الله راح نستمر. ايضا الاهالي تعاونوا ويانا، اتصور انه حتى الشخص المسيء بدأوا يسلمون القطاعات الامنيه، وقبل يومين او ثلاثه اجى شخص ابنه ينطي مواد تموين هاي اللي يشوفها الى داعش، هو يساعدهم، اجى ابوه سلمه القطاعات الامنيه قال هذا ابني يتعاون ويا داعش. القوات التي نفذت اجرت مسحا متكاملا للمنطقه عقب العمليه للتاكد من خلوها من العناصر المشتبه بها، بعد ان بذلت الاستخبارات والمواطنون هناك جهدا مضاعفا بوتيره متناغمه. وفي المحصلة النهائية مواد غذائية جافة وملابس رثة وبقايا أشلاء عفنة تم قتلها وتفجيرها تحت السيطرة، ودراجات نارية وسحب دخان متطاير، شواهد على بسالة الرجال. استخبارية نوعية تتمكن من خلالها القوات الأمنية العراقية من قتل العديد من الدواعش وتفكيك وتحطيم خلاياهم وأوكارهم. عملية نوعية في أعماق الطارمية أحبطت على إثرها عمليات انتحارية كانت تروم استهداف العاصمة بغداد. من الطارمية غيث طلال، العراقية نيوز.